بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول: أنا شاب أصلي جميع الصلوات ولكني أدخن، وبعدما أدخن أتوب، ثم أرجع ثم أتوب، ثم أرجع مرات متعددة، ولكني أخاف من عذاب الله، فماذا أفعل وجزاكم الله خير؟ أرجوك أن تدعوا لي بأن أتركه وأن أكون من الصالحين المصلحين. أسأل الله أن يعينه على تركه وأن يجعلنا وإياه من الصالحين. أقول: احرص على القوة، أن تكون قويا على نفسك، وأبعد عن الذين يدخنون، لأن قربك منهم يؤدي إلى أن تتشوق إليه وأن تشربه، فأبعد عنهم وأحرق ما عندك من الدخان، واسأل الله عز وجل الثبات على على العصمة منه. وكلما دعتك نفسك إلى شربه فاشرب بدله عصيرا حتى يخفف عنك، أو إذا خفت من أن تلح عليك نفسك فاخرج إلى أحد الرجال الصالحين لتجلس عنده وتنتفع به. والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك يعطيك مجانا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة.